أريد أقول شغلة بالخلاصة للمشاهد ولرئاسة الوزراء ولكل واحد يشوفنا الآن. احنا كقناة فضائية مثلا أو أي قناة فضائية من عندها برنامج تريد تشوفه للناس، شو تسوي له؟ مو تسوي له بروموشن؟ مو تسوي له إعلان؟ طيب وين إعلانات الحكومة بالإصلاح؟ ليش ما الحكومة تصمم إعلانات وتدزها للناس تشوفها من خلال الشاشات اللي بالشوارع، من خلال القنوات الفضائية؟ دزوا إعلاناتكم للناس، خلي يشوفون، وصلوا هاي المسجات، افتحوا الأبواب، قولوا للناس هذا شغلنا، هذا إنجازنا. اليوم الناس ما شايفة، اكو شغل بس وينه؟ اكو شغل من رئاسة الوزراء بس وينه؟ سووا له إعلانات، سووا شغل، اطلعوا للناس فهموهم. طالع الرجال هنا يوم وهنا يوم ويحكي شو يصير؟ سوبرمان هو؟ خلي الناس اللي جوا هم تطلع تشتغل، خلي مدير شرطة يطلع يشتغل، مو ناس قاعدة، خلي قائد شرطة يطلع يشتغل، خلي ألوية يطلعون. يا سيادة رئيس الوزراء، نقيب بالمنصور يمشي وياه 16 واحد حماية، نقيب جيش، نقيب شرطة يمشي يطلع بالشارع وياه 16 واحد حماية. رجال يطلع يشتغل من هنا ويطلع يشتغل من هنا وناس قاعدة تحمي نفسها. إذا أنت نقيب وعندك 16 واحد حماية لأعداد المواطن شو أقول؟ هذا الإصلاح؟ أنا شلون أأمن وشلون يصير عندي شعور بالأمان وحفظ الأمن والأمان وعندي نقيب يمشي وياه 16 واحد حماية وقاطعين الشارع؟ خلاصة القول شنو السالفة؟ لازم الناس تتعاضد، ولازم الناس توقف ويا بعضها، ولازم إذا أنتم مؤمنين بإصلاحات رئيس الوزراء صحيح مثل ما تطلعون تهتفون وتدورون، اوقفوا وياه، وإذا ما تريدوا قولوا له اطلع، قولوا له ما أريدك. هذا خلاصة القول. لا نظل نجامل، لا نظل نقول يابا الصبح احنا ويا رئيس الوزراء وبالليل ضده. الأحزاب السياسية والكتل السياسية والسياسيين خلي يكون عندهم ضمير ويوقفون يا إما وياه يا إما ضده، صيروا معارضة. قولوا له تعال شكل حكومة، قولوا له روح أنت جيب تكنوقراط، روح جيب من الجامعات، روح جيب من الكليات، روح منين ما تجيب، وأنتوا اطلعوا صيروا معارضة. قولوا له أنت مسؤول، هاي ايش قد بقالك؟ 2 3 سنين، روح انت شكل حكومة واحنا راح نقعد نتفرج. لو ما صرف لكم مو اكيد الناس فهموا شنو السالفة. شكرا لكم مشاهدينا، كان وياكم في برنامجكم شنو السالفة قحطان عدنان، في امان.